طبعا لو عنده نغزه، لو عنده ضيق في التنفس. صحيح في الاطفال معظم الوقت يعني 90% النغزات والحاجات دي بتبقى ممكن نتيجة أوجاع تانية في العضلات بتاعة القفص الصدري، نتيجة التهابات في أغشية الرئة والقلب، لكن ممكن تبقى مدلول على مشكلة في القلب. فالأفضل إنه لما يبقى في حاجة زي كده ناخد رأي مختص، نعمل فحص، نطمن. لو كل حاجة كويسة يبقى خلاص. يعني المفروض ان واحد يعني اول ما يحس باي اعراض من دي اللي هو ما يهملش بقى، ولازم ان هو يفحص يعني نفسه. بالذات لو أعراض متكررة، الأكتر لو أعراض كمان مع المجهود. يعني دايما القلب بيحتاج، هو ده الدينامو بتاعنا، المضخة بتاعتنا اللي بتعمل كل المجهود وقت الرياضة، وقت الجري، وقت ما ببذل مجهود زيادة. فلو أنا الأعراض دي بتزيد مع المجهود، فده معناه إنه المضخة دي أو القلب ده مش قادر يكافئ الجهد الزيادة المطلوب منه، وبالتالي فغالبا الأعراض دي بتبقى لها علاقة مباشرة. عكس لما تبقى اعراض وقت الراحه، ممكن تبقى لها علاقه بالقلب، ممكن تبقى لها يعني ما تبقاش لها علاقه بالقلب.